بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ آخر درس اللي هو صناعة تأثيرات نصية. هنختار كنترول ان او فايل نيو، كنترول ان او كنترول او فايل نيو نفس بعضهم. هنسمي التصميم تاعي تأثيرات نصية، تأثيرات نصية مثلا. الأبعاد 25 سنتيمتر في 15 سنتيمتر. الدقة هتكون 300. الوضع الألوان RGB 8 بت. خلفية بيضاء وايت. باك جراوند كونتنت خلفية بيضاء. وناخد اوكي. افتح معايا البرنامج، المستند فتحناه، كنترول ار حكينا نطلع في المسطرة. الخطوط الجانبية اللي متاع المسطرة لو ضغطت بأداة تحريك من فوق من هنا، لو ضغطت هنا وسحبت هيجي عند المنتصف يوقف بروحه. نفس القصة من فوق، نضغط ونسحب. تمام. الخلفية مسكرة بقفل، كيف نفتحها؟ بطريقة سريعة، الت كنترول دبل كليك او الت بروحها دبل كليك على الطبقة، تفتح طبقة اسمها لاير زيرو. نقدر نغير اسمها دبل كليك على المكان هذا ونسميها الخلفية مثلا بالعربي الخلفية، مجرد تسمية للطبقة. نختاروا لون معين، نجي الالوان من هنا، ننقر على الالوان ونختاروا اللون اللي هو 18 18 18 ومن هنا 18 18 18 اللي هو اللون اللي هو في المكان هذا موجود، ونضغط اوكي. نقلب الالوان من هنا او بحرف الاكس نقلب الالوان اللي هو هنا، نقلب الالوان. كنترول باك سبيس نعبي الخلفيه، كنترول باك سبيس تعبي عند الخلفيه بالشكل هذا. نختار حرف التي من هنا او نضغط تي من الكيبورد، تي تطلع اداه الكتابه. تاكد اني على اللغه العربيه. من هنا نضغط ضغطه واحده ونكتب الكلمه اللي بندير عليها التاثير. مثلا نكتبه مثلا على سبيل المثال انكسار، مثلا زي ما خدينا انكسار. ونحرك بأداة التحريك من هنا، نحرك الكلمة وما نبيها، او كنترول A نحدد الكلمة نضللها. ومن هنا علامة الأيقونة اللي هي سهم يمين سهم يسار نضغط ونسحب. يمين يكبر، يسار يصغر. اوكي تمام. ننقر على أداة التحريك تمام. بالكنترول بلس اللي هي زائد نقرب، وبسبيس نتحرك في المستند جوا، نقربه نحركه. التأثير هذا نص، عبارة عن نص بنحوله إلى طبقة عادية. كليك يمين هنا وبعدين راسترايز تايب اللي هو جعل الكتابة طبقة عادية، طبقة عادية. كملت تمام طبقة عادية. نجو عند أداة الثالث أداة اللي هي بولاجينال لاسو تول. ننقر ونسحب على اليمين تطلع لي بولاجينال لاسو تول. ناخدها ونوخر اللي هي كنترول ماينس، نضغط برا نقرة واحدة، نقرة 2 3 4 5 6 7 8. كملت. نجي برا لين ما نرد على البداية، تطلع لي علامة الدائرة الصغيرة. ننقر نقرة واحدة يسكر عندي ويطلع عندي التحديد. لو خديت أداة التحريك من فوق من هنا، أداة التحريك، وجيت داخل النص أو داخل التحديد هيطلع لي مقص بالطريقة. شو معناه مقص؟ معناه لو نقرت وحركت هيقص المكان اللي حددته في الطبقة هذه. نضغط ونسحب اللي هي بالطريقة. وفي طريقة تانية اللي هي بالسهم على طول، بالأسهم ننزل اللوطة شوية ونجيب يسار شوية كيف ما تحب انت، سواء بالماوس او بالكيبورد بالايرو اللي هو الاسهم. كنترول دي الغاء التحديد. توكي اصبح عندي تأثير درناه 100%. تمام. نجي عند نفس الأداة من جديد اللي هي حرف ال اللي هي اللاسو بولاجينال لاسو تول. ننقر نفس المكان، نضغط ضغطة ثانية ثالثة، كنترول سالب ماينس بعد، ننقر برا وننقر ونسكر.
نفتح طبقة جديدة من هنا، طبقة جديدة، أو كنترول شيفت الت ان يفتح طبقة جديدة. نختار من هنا نعبي لون أبيض اللي هو حرف الاف متكرر، حرف اللي هو الكود نتاع اللون الأبيض. نقلب الألوان بالحرف الاكس من هنا اكس، نخلي اللون الأبيض الخلفية في الباك جراوند. كنترول باك سبيس نعبيه. كنترول دي إلغاء التحديد. حرف البي بنغازي أو بي بوك اللي هي فرشاة. الفرشة حرف الدال يكبر الفرشة، حرف الجيم يصغر الفرشة. كبر فرشة ونتأكد ان الفرشة الهاردنس نتاعها 0. نمسح من هنا الطبقة اللي قاعد عليها، التأثير اللي درناه نمسح عادي جدا. نمسح تمام. طبعا انا ناخذ مساحة، معلش خديت الفرشة، ناخذ المحاية اللي هي حتى هي فرشة، نكبر بالدال ونمسح بالمساحة وليس بالفرشة. فرشة في حالة القناع. تقدر تقرب تشوف تأثيرك، وتقدر أداة التحريك من هنا تحرك اللي هو التأثير، وبنمسحه شوية من هنا. نصغر الفرشة بحرف الجيم، تمام. أداة التحريك ونحرك الطبقة متاعي، نمسحه شوية من هنا ونحركها كيف ما نبي. نجيبها الت ونضغط من جديد، حيدير المضاعف الطبقة. الت ما نرخياش، الت من جديد ما نرخياش ونسحب. لو تبي تعدل زاوية التأثير كنترول تي وتحرك تبرم التأثير نتاعك. كملت. ندمج الثلاث طبقات هذينا، ثلاث طبقات اللي هي اللير 1 اللير 1 كبي اللير 1 كبي 2. ننقر على أول وحدة ونجي فوق شيفت وننقر نقرة واحدة، حيضللهن معناها نقدر نحركها مع بعضها. تمام. ندير لها كنترول اي دمج، يعني أصبح الثلاث تأثيرات هذينا في طبقة واحدة. نقدر ندير قناع من اللوطة من هنا، قناع ماسك، وناخذ الفرشاة ونتأكد ان اللون الأسود فوق، اللون الأسود فوق، ونمسح. كان بنعدل في التأثير مع بعضهم في طبقة واحدة. بعد شوية نقدر نحدد كي. كملت. نقدر نخفف الشفافية نتاع التأثير هذا اللي هو التأثير هذا اللي هو اوباسيتي من هنا، ونخفض الشفافية. تقدر تقرب في أي وقت، تصفح بالسبيس تشوف ديزاين كيف جاي معك. الشفافية طبعا اللي هي من هنا تطلع لك علامة سهمين، قوي وتضعف كيف ما تحب. هذا بالنسبة للدرس الأول اللي هو سريعا عشان ما يكونش الدرس طويل، لخطوات العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.